إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكذب بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يطبق في نفسه، ده بعد ده مسلم؟ انت بعد ده شكيت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والمرض الليلة ده مسيطر، تلقى ناس قاعدين في مجلس، واحد يتكلم مع الثاني، اخوه زعل، والله قاعد اكذب عليك، والله بكذب عليك، ده يا هو المرض اللي بيصيب النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين ده ليلة استحلوا الكذب، يضحكوا يقهقهوا، واحد زعل ده يحلف قسم بانه بيكذب. ما تكذب يا اخي، ده مرض خطير. يهود دمر العالم الاسلامي حاليا بيشوفوه ده، يهود دمر العالم الاسلامي حاليا بيشوفوه ده. الامم الاشر بعد المرض ده هيجي مرض تاني، والبطر ده مرض خطير. البطر اي دفع الحق. تلقى المسلمين بعد ذاك الواحد اي واحد رافع نخرته، يجي خطب الجمعة بالسنين ما يطبق آية ولا حديث. ربنا يوفق ويحضر له محاضرة كاملة بعد همه ما يطبق القيل فوقه. معناه شنو؟ بيرد الحق، يتكلم قال الله قال رسوله، ما تجد أذن صاغية أصلا. المؤمن لا من تذكر بالآية سمعنا وأطعنا، الحديث سمعنا وأطعنا، ما برد الحق. لكن بعد ذاك المرض ده لا من يتأصل في الأمة دي. تجد المسلم كان خالفك، يا أخي تعال اقعد معي، أنا أوريك أدلتي، ما يقعد ذاته، لأن الأشر تأصل في الأمة. مسلمين كثيرين يصلوا يصوموا يزكوا يحجوا، يساووا الخالق بالمخلوق جل وعلا. مرة يحلف بالله ويحلف بغيره، يستعين بالله يستعين بغيره، يعتقد النفع والضر في الله، يعتقد النفع والضر في غيره، يطوف بالكعبة المشرفة، ربما يطوف بأموات بالغبور بتاعته، تنصحهم الكلام ده ما صحيح، هاكم الأدلة، ما حد يرفضوها لك. البطر عندما يتأصل في الأمة الإسلامية الشرك بينتشر، أي مسلم تلقاه ما بيعمل الثاني، وده الليلة حال المسلمين الليلة. المؤمن بقى أخوه المسلم ما يأمنه. معناه المرض شنو؟ تأصل. لأن من عواقب البطر النفاق بيسود في العالم الإسلامي. تلقى بعد ذاك المسلمين مو هم صادقين، الغش الخداع اللف الدورات، ده يكون بعد ذاك سنة الأمة الإسلامية. ده إذا تأصل فيهم شنو؟ البطر. اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ده الليلة حال كثير من المسلمين، تجيب لي تقول لي يا أخي القرآن قال الله كذا، بعد ما يطبق الآية يقول لك طريق اللبهات أنا ما بخير. إن كان اللبهات الله ما هداهم، الأبهات ما عندهم علم، الأبهات ما عقلوا كلام الله، أنت بتداريهم. ما تصلح نفسك وتصلح أبهاتك عشان ربنا يجمعك بهم في الجنة يوم القيامة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم أي عن سماع الحق، أي النظر إليه والاهتداء. بكم أي عن سماعه فهم لا يعقلون. معناه البطر إذا تأصل الكفر كمان برضو يتأصل. تخيل مرض التاني ده، أي مسلم يجب أن يراجع حساباته. هل أنت من الناس اللي بيردوا الحق؟ هل أنت لا من تلقى الآية والحديث بتنصاع؟ إن كانت الإجابة بلا، الحق نفسك قبل ما يتم الأجل بتاعك وتسأل بعد ذلك في ذلة هذه الأمة.